ذهبت سلمت عليه وإذا به كثيف ما يرى أعمى. قال لي يا ولدي تكفى طلبتك، تكفى يا ولدي طلبتك. قلت آمرني يا عم، من العين هذه للعين هذه اطلب. قال تكفى يا ولدي، والله لي 3 أيام وأنا ذابحني الجوع، ما أكلت شيء وما شربت شيء. أعوذ بالله. المستشفى قال يا ولدي ما أشتهي أكله. يا الله. قال ما أشتهي أكله. قلت ايش تبي يا عم؟ آمر اطلب اللي تبي. قال يا ولدي سامعك ريال، رح للبقالة واشتري خبز فقط، هذا الكلام، أبي خبز. ذهبت يا إخوان، خرجت من المستشفى واشتريت خبز واشتريت ماء واشتريت عصير واشتريت أطعمة، أدخلتها وأعطيته. أخذ الخبز، أخذ قطعة من الخبز وغطها بالماء وأكلها. يوم أكلها التفت إلي بالتفاتة، ابتسم. قال الله يجزاك. قلت يا عم بسألك سؤال واعذرني على هالسؤال، أنت يوم أنك الحين في المستشفى ما عندك عيال؟ ما عندك بنات؟ نزل راسه شوي ثم رفع راسه وقال يا ولدي إلا عندي عيال، وعندي والله 10 عيال وبنات. سبحان الله، 10 عيال. قال إيه يا ولدي، ولكن كبروا تزوجوا وكل راح مع امرته ونسوني وتركوني في بيتي. والله يأتيني الشتاء ويذبحني البرد، أنادي ما أحد يلتفت لي. يوم من الأيام جاني أرحم عيالي، هذا أرحمهم. قال يبا. قلت سم يا ولدي. والله كنت أظنه يقول تعال نام عندي، وكنت أظنه يقول يا يبا أبشر أني سويت لك غرفة ترتاح فيها وتجلس، أحسن من أنك جالس الحين في الحوش وذابحك البرد. قال يا يبا روح في مكان يصلح لك وترتاح فيه وتريحنا بعد وتريحنا. قلت يلا مشينا يا ولدي، الله يجزاك خير. وأنا كفيف ما أشوف، أعمى. يقول وداني قال يا يبا امسك الورقة هذه واجلس بالمكان هذا لين يجيك واحد. قلت وش يا ولدي هذا؟ قال يا يبا اجلس، هذا المستشفى العجزة لعلهم يعتنون بك، حنا صراحة ما حنا فاضيين. قلت تركني وبديت. أنا عمري 90 سنة، بديت أبكي. ما كنت أتوقع يوم من الأيام إنهم يحذفوني بالمستشفى، ما كنت أتوقع يخلوني بالمستشفى الحالي. يا ليتني ما خلفت عيال، يا ليتني عقيم. قلت طيب يا عم فيهم أحد زارك؟ كم لك الآن بالمستشفى؟ قال لي يا ولدي الحين 2 سنين. قلت طيب في أحد زارك؟ قال لي 2 سنين. ما أحد طرق الباب. ما أحد طرق الباب. قال ولا أحد طرق الباب، ولكن وش يا عم ادع لهم ان الله يهديهم ان الله يردهم. قال لا يا ولدي، رفع يديه للسماء قال والله ما أتركهم يوم القيامة، والله لا أقف أمام الله وأنا خصيم، والله لا أقف يوم القيامة وأنا خصيمهم. كيف يتركون أبوهم اللي تعب عليهم واللي رباهم؟ كيف يتركون أبوهم اللي يوم أنهم صغار ما ينام إلا ينامون ويرتاحون؟ كيف يتركون أبوهم ويخلون 2 سنين ما أحد يدري عنه؟ خلوهم يرتاحون مع حريمهم. والله ما أتركهم يوم القيامة، ما أتركهم عند الله حكم عدل. مساكين يظنون أنهم مرتاحين. ثم بدأ يبكي. قلت لا يا عم لا تبكي، قلوبنا لك ويدينا لك. قال يا ولدي صح أن لك يدين ولك قلب، ولكن يا ولدي ما فيه أحن من يد الولد، وما فيه أحن من يد الولد ولا أحن من قلبه. وبدأ يبكي. قلت لا يا عم ادعى الله أن الله يجيبهم. قال يا رب لا تسعدهم بالدنيا والآخرة، لا تسعدهم بالدنيا والآخرة. نظرت إليه يا إخوان يبكي. قلت يا عم ريح من نفسك. قال يا ولدي
يا ولدي 10 من عيالي ما فيهم واحد فيه خير، 10 من عيالي ما فيهم واحد فيه خير. تركت يا اخوان وانا ابكي، خرجت من المستشفى وانا ابكي، جلست الشهر والشهرين والثلاث، تذكرته يوم من الايام بروح اشوف اخبار ذلك الرجل. دخلت المستشفى سألت عنه، وجدت ونظرت السرير فاضي، السرير فاضي. سألت الدكاترة، قلت يا اخوان يا دكتور وين الشايب اللي كان موجود؟ قال الشايب اللي كان موجود مات من قبل شهر. قلت مات؟ قلت هل احد مر عليه؟ قال مات، ولا احد درى عنه من عياله. اتصلنا عليهم وش يقولون؟ قلت ابوكم مات. يقول الدكتور ابوكم مات. قالوا حنا الان مشغولين، غسلوه وكفنوه ودفنوه. يظن كثير من الناس أنه يوم يذهب أبوه إلى المستشفيات يظن أنه من البر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة عاق، لا يدخل الجنة عاق. يا كم وكم من الآباء يبكون وينوحون على أبنائهم، كم من شاب عاق لوالديه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما